التهابات المهبلية مشكلة بتواجه كتير من الستات، وفي بعض الستات هذه المشكلة بتكون متكررة وشبه دائمة بالنسبة لها. عايزين نعرفك ايه هي الأعراض اللي تقول انك انت عندك التهابات مهبلية وطرق العلاج. قبل ما نتكلم على طرق العلاج والأعراض، عايز أقول مقولة مهمة جدا، إن بعض الناس بتبص للست اللي عندها التهابات إن ده قلة نظافة. لا طبعا خالص. عايز أقول لكم إن الميكروبات كائنات صغيرة جدا في الحجم لا ترى بالعين، مهما غسلنا في مثلا 10% 15% هم اللي بيروحوا بالغسيل، لكن ستيل عندنا أنواع كتير، في منها عايز تسخين، في عايز 100 درجة، في عايز 500 درجة، في عايز تجميد، في عايز قلوي، في عايز حمضي. كل ده مسؤول عنه جهاز المناعة في الجسم. إذن أهم الأسباب اللي تؤدي للحماية من الالتهابات هو مناعة الجسم. طول ما كانت المناعة قوية طول ما حمتنا من الميكروبات ومن الالتهابات، ولو المناعة ضعفت ده بيؤدي إلى التهابات وممكن تكون متكررة. إيه هي الأسباب اللي تضعف المناعة؟ طبعا في أسباب مرضية زي الناس اللي عندهم ضعف في المناعة وراثي، الناس اللي بياخدوا كورتيزون، الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم حساسية معينة. إنما أكثر الأشياء شيوعا هو الحالة النفسية والمزاجية. الست اللي مزاجها متقلب، اللي بتاخد الموضوع على قلبها، الايموشنال، دي ست معرضة لتكرار الالتهابات، لأن هذه الايموشنز بتضعف مناعتها وبالتالي بتكرر عليها الالتهابات. ايه هي أعراض الالتهابات؟ أولا عايز أقول إن 50% من الالتهابات بتبقى اسيمتوماتيك، يعني 50% من الستات اللي عندها التهابات ما عندهاش أعراض واضحة أو صريحة تخليها تلجأ للعلاج منها. 50% التانيين بيظهر عليهم الأعراض. إيه هي أهم الأعراض؟ أول حاجة إفرازات. الإفرازات دي ممكن تبقى لونها أبيض، سواء أبيض مجبنة زي الزبادي أو أبيض ملزقة زي بياض البيض أو مصفرة، والمصفرة دي ممكن تعمل ريحة شوية زي فيش أودر، وخاصة بعد العلاقة الزوجية، أو ممكن تبقى التهابات مائية. بعض الأعراض ممكن تظهر في الألم، الإحساس بالسورنس، الألم، أو الإيتشنج، الحكة، أو ألم أثناء العلاقة الزوجية. التهابات عنق الرحم الحقيقة بيبقى ليها أعراض الإفرازات اللزجة الملزقة اللي عاملة زي بياض البيض، كمان بيبقى ليها آلام أسفل منطقة البطن، يعني في أعلى الحوض أو أسفل البطن، أو إحساس بالتقل. لو عندك الأعراض دي ممكن يكون هي سبب من أسباب التهاب عنق الرحم. كمان لو الست بيجي لها الدورة بألم، أحد أسبابها التهابات عنق الرحم أو التهابات الحوض، خاصة بعد الولادة. المفروض الست ما يجيلهاش ألم في الدورة بعد أول ولادة. إزاي نعالج الحاجات دي؟ طبعا إحنا بندي الأدوية المناسبة لكل ميكروب. غالبا بتبقى الالتهابات ميكسد، في عندنا 5 ميكروبات مشهورين هم اللي بيسببوا تكرار الالتهابات، ممكن يظهر عرض واحد منهم أو أكتر من عرض. بندي العلاج بتاع الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أحيانا مع بعض. أهم حاجة الحالة النفسية. أهم نقطة عايز أقولها في نهاية الحلقة دي، إن مش معنى إن بيجيلك التهابات إن إحنا مش نضاف، لا، معناه إن مناعتك ضعيفة. لو مناعتك ضعيفة نتيجة حالتك النفسية، من فضلك حسني حالتك النفسية، لأن ده بيكرر التهابات بشكل دائم، ممكن يعمل مشاكل في العلاقة الزوجية بينك وبين جوزك. نتمنى للجميع إن شاء الله مناعة قوية وصحة أفضل، ونلتقي في الحلقات الجاية.